نيسان صاني العربية اللي بقالها سنين في السوق بنفس الشكل تقريبا، ولسه لحد دلوقتي متصدرة المبيعات في الفئة الاقتصادية بتاعتها دي. الغريب بقى مش انها موجودة، الغريب ان هي كل ما سعرها بيعلى كل ما مبيعاتها بتعلى وبتفضل ثابتة ومستقرة زي ما هي في السوق. طب ازاي بقى عربية مش اقوى عربية في فئتها ولا احدث تصميم وما زالت بتتباع لحد دلوقتي؟ انا عمرو مجدي، وخلينا النهارده نتكلم بهدوء عن نيسان صاني ونشوف السؤال المهم: هل هي فعلا تستاهل السمعة بتاعتها دي ولا لا؟ وهل الناس بتشتريها لمجرد انها متعودة عليها ولا ايه النظام بالظبط؟ يلا بينا نبدأ الفيديو. نيسان صاني تعتبر في مصر عربية خدمية في المقام الأول، يعني مش عربية رفاهية أو متعة قيادة أو الكلام ده كله. هي عربية جاية علشان تروح شغلك، تمشي مشاورك اليومية بدون صداع، وده بيخليها مناسبة لشريحة كبيرة جدا من الناس. أكبر سبب مخلي الصاني مكملة لحد دلوقتي هو إن الموتور والفتيس بتوعها معروفين بالاعتمادية العالية، ومش من العربيات اللي بتفاجئك بأعطال كتير، ولا العربيات اللي بتخاف منها في السفر أو الاستخدام اليومي، وده سر انتشارها الحقيقي في مصر. الصاني بقى مش بتكسب الناس بالكماليات والرفاهية بتاعتها، هي بتكسبهم بالاطمئنان. طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني قطع غير متوفرة، يعني إعادة بيع سهلة، يعني اسم معروف في السوق، يعني بمعنى أبسط كده الناس بتشتري نيسان صاني علشان هي بتبقى مطمنة لها مش أكتر. الصاني بقت شبه العربيات القديمة اللي احنا عينينا خدت عليها وتعودنا عليها، بقى ليها تاريخ في مصر. زي كده فكرة ان الناس بتشتريها يبقى اكيد هي كده عربية كويسة، وده مش دايما معيار كفاية، بس في نفس الوقت بيخلق ثقة في السوق. العربية بتتوفر في مصر حاليا بثلاث فئات، اسعارهم 745 ألف جنيه و780 ألف جنيه و810 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزا، وده بيخليها تدخل في فئة حساسة جدا لأن ده رقم كبير على عربية اقتصادية في نظر ناس كتير. بالمناسبة تقدر تشوف المواصفات الكاملة لنيسان صاني، كنت عملت لها فيديو قبل كده، هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف. انت بنفس المبلغ ده ممكن تفكر تشتري عربية تانية اعلى في الكماليات والتجهيزات وافضل في التصميم والشكل. لكن هنا بيجي السؤال الحقيقي: انت احتياجاتك ايه وبتدور على ايه؟ الصاني لا بتكسب في الشكل ولا في الفخامة ولا في التكنولوجيا، لكن بتكسب في الاستمرارية وقلة المخاطرة وسهولة الاستخدام. وفي بقى حاجة مهمة نفهمها ونعرفها: إن كون العربية منتشرة وبتتباع مش معناه إنها أفضل عربية في كل حاجة، لكن معناه إنها مناسبة لفكرة استخدام معينة. نيسان صاني في النهاية مش أفضل عربية مثالية أو قيمة مقابل سعر، هي عربية قرار شراء. لو انت عايز عربية تمشيك وخلاص وعايز راحة دماغ وما يكونش فيه مفاجآت في المشي بتاعك على الطريق، يبقى هي اختيار منطقي. ولكن لو انت بتدور على متعة قيادة او تصميم احدث او تجهيزات اعلى، يبقى انت كده بتدفع في الاسم اكتر من القيمة. في الختام كنت عايز اوضح لك بس ان نيسان صاني عربية الناس بتشتريها لمجرد انها قرار شراء مش اكتر. هي مش افضل عربية في فئتها ولا افضل عربية في اي حاجة، هي الناس بتشتريها لمجرد انها بتطمن لها، وده ينطبق على اي عربيه مشهوره في السوق زي الفيرنا او ايا كانت العربيه ايه. في الختام شكرا ليك على المتابعه، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك وشير للفيديو وتشتركوا على القناه بتاعتنا في يوتيوب. تابعنا علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعه، مع السلامه.